السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، ومن فضل ربنا علينا زي ما بنقول دايما من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ محمد، عاملين له عمليه شخير، ومعانا جايب مع بنته رميساء عاملين لها عمليه اللوز. الاثنين اتعملوا الحمد لله في يوم واحد، وروحوا في نفس اليوم. جايين لنا من دمياط، عملوا العمليه وروحوا في نفس اليوم. استاذ محمد الحقيقه موضوع الشخير عنده كان صعب جدا جدا جدا. انت ايه اللي خلاك تيجي تعمل العمليه؟ من الجيران طبعا. اجابه غير متوقعه. انا بقيت انام في نص الصاله، يعني عارف ازاي؟ يعني بحيث ان انا ما فيش حد من الجيران من هنا يسمع ومن هنا يسمع. يا نهارك ابيض. والله للدرجه دي؟ وطبعا كتمه النفس دي كانت حاجه فظيعه طبعا. يعني المدام على طول كانت في نص الليل لو انا بطلت شخير هي تصحى من النوم. ليه؟ لان كان خلاص النفس بيروح. يا للدرجه دي؟ يعني تبقى قلقان عليك جدا. انا كنت بحاول ان يعني بحس ان انا خلاص يعني لما تيجي كتمه النفس بحس ان انا بحتضر، ما عادش قادر اخد نفسي. كم سنه على كده؟ الموضوع بقى له ممكن 5 سنين. طبعا موضوع الصداع كتير 5 سنين انا قوي. طبعا لان كنت عندي ظروف ان انا مسافر وقعدت فتره ما نزلتش يعني. وموضوع الصداع طبعا ده كان عندي قديم من حتى وانا صغير يعني. هو الصداع الحمد لله. حتى الصداع راح بعد العمليه؟ جدا يا دكتور. تمام، يعني 90%، يمكن اكتر من 90%. اكتر كمان. حاجه مخليتك تيجي تعمل العمليه ايه؟ هل نفسك ولا الشخير ولا الخنقه ولا كله؟ كله. لا كله. هو طبعا يعني كتمه النفس مع الشخير. الصداع كان اكتر حاجه. بعدين الصداع كان بيجي لي في راسي زمان. الصداع بقى بيجي لي في المنطقه دي كلها معنا. حتى كان شكلي بيتغير، يعني لما يجي لي مثلا الوجع وتبدا في التهابات فكان شكلي بيتغير جدا يعني. دلوقتي احسن جدا بعد العمليه. احنا لسه شايلين الدعامه دلوقتي والله حالة. تعرف بجد يعني حاسس ان بني ادم تاني للدرجه دي حقيقه والله. مش انت احساسك كده يعني زوجتك قالت ايه؟ وكان تعليقات اولاد الجيران بقى اللي انت بتقول لي كنت بنام انا حاولت بقى ما اعرفش اراهم لما نمشي ان شاء الله غادي انت ما كنت انت لسه ما سافرتش دمياط؟ لا لسه ما سافرتش لسه والله. قاعد كل ده هنا في الطياره؟ قاعد مأجر شقه. كويس. فالحمد لله انا حاسس بروحي احسن يعني. في ايه؟ من غير ما حد حتى يقول لي انت احسن او زي ايه؟ في ايه؟ الشخير طبعا شويه بسيطه طبعا. كان ده امر طبيعي مش عارف لان لسه طبعا عمليه حتى في الوجع موجود شويه طبعا. الصداع طبعا ده اهم شيء عندي. راح خالص الصداع والله بفضل الله. ممكن شويه كنت منتظر ان الصداع يروح بعد العمليه؟ والله انا كان املي في ربنا كبير يعني. ربنا يكرمك والله بجد يعني. كان املي في حضرتك لما شفت حضرتك طبعا على القاهره والناس العيانين اللي كانوا بيتكلموا حضرتك والشرح اللي كنت انا كنت حاسس روحي يعني. كنت يعني اول حاجه امل في ربنا كبير سبحانه وتعالى، ويبقى الشفاء على ايديك يعني. ربنا يكرمك والله دي حقيقه يعني. وهذا تحقق بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بنسبه كام في المية تحقق بكل امانه؟ والله مش عارف يعني. هو مش عايز اقول لك 100% لكن نقول 90%. حلو قوي. ما زال لسه شويه الام في الحلق. شويه الام في الحلق وكده وخليت رميساء تعمل عمليه معاك برضه في نفس طبعا اليوم؟ طبعا بالمره بقى. بالمره يعني. احنا قلنا ما دام جينا يعني لان باجي من دمياط طبعا. ازيك يا رميساء؟ بتتكلم بالعافيه وزي ما انتم شايفينها كده محرجه ومكسوفه ومش عارف ايه، بس انا قلت لها لازم تيجي تقعدي مع بابا. ازيك يا رميساء؟ زورك احسن؟ انا عامله لها عمليه اللوز، عمليه بسيطه جدا وعملتها، وبتاكلي وبتشربي. امبارح اكلتي ايه؟ انت قلت لي اضحك. سمك. امبارح اكلتي سمك؟ كانت سمك ما شاء الله. ولا يهمك. وكانت ما شاء الله من قبل كده يعني. مش من امبارح بس. من 3 ايام 4 ايام. بتاكل كويس. وانت اخبار الاكل والعلاج والشرب؟ انا ممكن من رابع يوم او 5 يوم. ما شاء الله. ما بضحكش عليك يعني. انا قلت لما اروح الدكتور هيزعق لي، مراتي يقول لي انت عملت مشكله او حاجه. ايوه. فاكلت والله الحمد لله ممكن من 5 يوم ممكن على ما اعتقد. اكلت كويس وبتاع؟ بدات اكل. كان في صعوبه شويه لكن الحمد لله. خرجت واتفسحت في الفتره اللي فاتت دي وبتاع ولا قعدت في البيت؟ في شويه مشغولات. لا كنت ما قعدتش في البيت. الفتره الاولانيه 3-4 ايام قعدت في البيت كويس. لكن بعد كده كلها مشاوير وشغل. كنت بسافر والله. يعني بعد على طول 3-4 ايام وابتديت تشتغل وتروح وتيجي؟ لان طبيعه عملي كده اصلا يعني. حتى انا متعود على الحركه يعني. يعني مش زي بقى ما الناس كانت بتسمع زمان عمليه مش عارف عملت عمليه الشخير ولا حتى عمليه اللوز وقعدت شهر في البيت. الكلام ده لا ما فيش والله. لا ما فيش. انا ممكن 4-5 ايام وبدات. طبعا بتيجي في الليل مرهق شويه اكيد طبعا نتيجه الالم والواحد. كل ده ودعامه في مناخيرك. وكل ده وبتتنفس ورايح وجاي وطبيعي خالص. طبيعي جدا والله الحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. احسن حاجه عجبتك عندنا ايه؟ والله بصراحه المعامله اول حاجه كويسه جدا والسرعه معناها في
معناها انا باجي من سفر طبعا. لما اعمل عمليه في نفس اليوم ده انجاز يعني. انجاز. ده حتى هم الجماعه ما كانوش مصدقين. انا قلت لهم راح اكشف. ايوه. فبعدين طبعا انت ما قلتش ليه كنا نيجي معاك؟ قلت لهم والله ما شاء الله انا الدكتور سالته قال لي خلاص اتفضل جاهزين. جاهزين ما شاء الله. واسوأ حاجه الجاهزيه ما شاء الله. واسوء حاجه عندنا لا ما شفتش بصراحه بكل امانه عشان نصلحها. والله انا ما شفت كذا ما لحقتش عشان نصلحها. انا ما لحقتش. انا ما شاء الله جيت قعدت كشفت انت حضرتك كشفت عليا عملت العمليه على طول يعني. وروحت على طول. وروحت في نفس اليوم طبعا على طول. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله سلامتك يا محمد. بارك الله فيك. الحمد لله سلامتك يا رميساء منورانا والله. الله يسلمك بارك الله فيك. كلمه واحده لاي حد عايز تقوله لزوجتك لابنك لاي حد عايز يعمل عمليه الشخير او الجيوب الانفيه اي عنده مشاكل لا ما يجيليش. لا ما يستناش دكتور متخصص بس مش لا عايز. لا ما يستناش اول حاجه ده كلام صح. وطبعا انا تابعت حاجات كتير من الموضوع لما يبدا مزمن ما الواحد ما عادش يستنى يخش على الموضوع. صح. متخصص دكتور متخصص في نفس الوقت ما يعجلش يعني ما ياجلش الموضوع يعني. لان انت الحمد لله انا كنت بقول لك يا دكتور حتى شكلي وشي وكده كنت لما بتعب شكلي بتنفخ تعرف صح. بتنفخ وشي بيبقى احمر مفيش مخنوق شخص تاني مخنوق حتى وانت صاحي. من يوم ما عملت العمليه الحمد لله الامور هذه كلها ما زوجتك انا عايز اقول تعليقها ايه؟ قالت لك ايه؟ في تغيير طبعا الحمد لله. غير هي تعليقها البسيط قالت لي ما زال في شويه شخير قلت لها اكيد ده طبيعي عشان الدعامه موجوده ولسه قلت لها كده والله يعني الحمد لله لان عندي امل ان شاء الله في ربنا كبير باذن الله. لكن عموما هي زي ما بيقولوا يعني راضيه بالشكل الجديد والوضع الجديد. قالت لي حتى شكلك اتغير يعني. يا والله شكل وش لان هي على طول كانت شكل وش بابا احسن كده بابا من الاول. ها لا 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 استني ما ده انت قلت اول مره تقولي كلمتين على بعض. قولي. بقول وشه كده مفتح ومنور على طول. وقبل كده؟ لا قبل كده كان على طول بيبقى متنفخ وشه منفخ. يا انت ملاحظه كده؟ كلهم في البيت والنرفزه طبعا. والنرفزه طبعا دي كانت حاجه غير اراديه. انا اسمع منها. قولي. على طول لما كان بيجي من بره كان بيبان من اول نظره هنا على طول بنعرف ان هو تعبان. ان هو ايه؟ تعبان. دلوقتي كان خرج وراح وجي اخباره ايه؟ لا تمام الحمد لله. احسن؟ ايوه. انت حاسه كده؟ ايوه. لا انا ما شاء الله. لا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. فضل من ربنا علينا. تدعي لنا ربنا سبحانه وتعالى. تدعي لنا بارك الله فيك. ربنا يكرمك. الله يوسع عليك ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ده فضل من ربنا علينا وعلى عينينا والله. يعني الواحد يعني بيزداد خجلا كده وتواضعا قدام ربنا مع كل واحد بيجي ويحس ان هو بقى كويس بفضل ربنا يعني. الحمد لله. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.